جنى؟ جنى؟ ليش ما عم تردي؟ شو طرشة؟ لا ماني طرشة، سمعتك وما بدي رد لأني مشغولة، مو مثلك فاضية شغل. أول شي نزلي إصبعتك لأكسر لك إياها، وهيك بصير عندي شغل أعمله. ها مهضوم كثير، ليش جيت لعندي؟ بدي أسألك متى يجي ساعي البريد لهون؟ ما بعرف، يمكن مع الغداء، ليش عم تسأل؟ بدي أطلب منك طلب، في ظرف رح يوصل بالبريد، بدي إياكي تخفيه وما تورجيه لحدا. فهمت؟ أكيد هاي رسالة حب. يخرب بيتك، مو رسالة حب. احكي لي عنها، احكي لي، لا تخاف، ما بقول لحدا. شو أنت ما في عقلك سوى الحب والغرام؟ شو بده يكون لكان؟ الكره والأكل مثلك؟ طيب اسمعيني، البريد يلي رح يجي هو من المعهد، فيه ورقة الإعداد تبعي، وهالبريد باسم بابا، بدي إياكي تخفيه، وأنا رح أعطيكي مصاري كمقابل. فهمت؟ أكيد أعدادك سيئة، شو حمار؟ احترمي حالك، أعدادي مو سيئة، بس ناقصني شوي على المعدل فقط. أنا بحلف لك إنه أنت إجيت آخر واحد بالقسم. شو هاي آخر واحد؟ أنا الخامس والعشرون. والقسم كم فيه؟ فيه 30. في 5 غيرك أحمر منك أنت. احترمي حالك، مو لأني طلبت منك شي رح تصيري تتمسخري عليا؟ شو قلتي هلأ اتفقنا تخفيه وأعطيكي مصاري. طيب، وكمان بدي شيبس وعصير. طيب، يخرب بيتك شو استغلالية. جنى إيش في أنت كمان؟ شو عم تعملي؟ عم برقص. شو مانك شايفة عم بدرس؟ عندي بحث لازم أعمله، وأنت شو عم تعملي هون؟ مو هلأ عندك حصة عربية بالمعهد؟ ايه من المفروض. ليش أنت هون لكان؟ الأستاذ غايب؟ الحقيقة أنا ما دخلت له، يخرب بيتك؟ وكمان أستاذ الرياضيات ما قابلني، قال لي ما تجي إلا بأبوكي، يخرب بيتك؟ لأنه الصراحة ممل كثير، وأنا بنام في حصته ويتكلم في كلام صعب ما بينفهم. استني لكان، رح تسمعي كلام أصعب منه من بابا وماما. يخرب بيتك، اجيت لعندك لحتى تلاقي لي حل، مو لحتى تتمسخري علي. شو عم تتخيلوني أنت وأخوكي؟ مكتب لحل مشاكلكم مثلا؟ ليش؟ شو مشكلة محمد؟ بدو مني اخفي له ورقة الأعداد تبعه لأنه ما جاب المعدل. والله حمار ورح يبقى حمار. اخرسي، رح نشوف أنت كمان قديش المعدل. يا حسرتك، أنا جبت معدلي، مو زائد ولا ناقص. ديري بالك يوم تفكري تجيبي أكثر من المعدل. وليش التبذير؟ أنا إنسانة ما بحب التبذير أبداً. بعرف، ما بتحبي التبذير إلا في الدراسة. 2 hours later. الثامن خيار الخلف في الصفة. نعم، هذه 8 أنواع من الخيار في البيع. تجدون بعض كتب أهل العلم تجعلها 7 أنواع وليست 8، يطلعون اللي هو السادس. خيار في البيع بتخييري. بابا، أنت هون؟ لا مو هون. الواقع والله ما في أهضم منك. ثمنها كذا. شو ليش اجلستي؟ شو ما عندك دراسة؟ لا، خلصت دراسة من الصبح وإجيت لحتى أخفي. تخفي؟ شو رح تخفي؟ اخفي؟ شو رح يخفي؟ انت هلأ قلتي اجيت لحتى اخفي. أنا؟ لا، ما قلت هيك شي، يمكن أنت سمعت غلط. ايه يمكن، سامحيني يا بنتي، من التعب يمكن صرت عم اتخيل. لا عادي بابا حبيبي، ولا يهمك. يخرب بيتك يا أخي، بس شو ورطتني؟ شو رح أعمل هلأ؟ بابا هون، كيف رح أخفي البريد؟ يعني المرابحة الآن الذي يتعاطاها الناس. بابا روح نام، أنت تعبان، ليش جالس هون؟ لا ما بقدر، لأنه عندي شغل بعد الغداء. طيب. شو؟ بنتي الحلوة عم تفكر براحة أبوها. أكيد. الله يرضى عليك يا بنتي. يخرب بيتك يا أخي. هو يدخل مع التولية مع الوضيعة. هذا أكيد سعي البريد، راح روح افتح. شو أنت من إمتى تروحي بسرعة لتفتحي الباب؟ ولا شي، بس هيك تغيير روتين. شو؟ من السيارة مثلا تشتري هذه السيارة أو هذا الكمبيوتر. طيب، فيقول لك شو السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا اختي. شكرا، تسلم. 500 دينار وربحي فيه 100 دينار. جنى؟ اياه ب 600 دينار. هذا اسمه مرابحة. نعم بابا. شو هذاك اللي بإيدك؟ يا ربي شو رح أعمل هلأ؟ كلوا من هذاك الحمار، يخرب بيته. ليش ما عم تجاوبي؟ عم تسأل عن هذا؟ لا ولا شي، هذا فقط بريد مو إلك. إيه معليش، بدي شوفه. بس يا بابا هذا. شو ما تفهمي؟ قلت لك أعطيني الظرف. طيب رح أعطيك، لا تعصب. تفضل. النقيصة والله رحت فيها يا أخي. إلى السيد مصطفى حسين.
يا سبحان الله، الظرف مو إلي بس عليه اسمي. الصراحة بابا، هديك ورقة أعداد محمد. إيه وليش كنتي عم تحاولي تخفيها عني؟ قلت لحالي تفتحها بعد الغداء أحسن، لهيك خفيتها. إيه والله معك حق، خلي الصدمة بعد الغداء أحسن. والله يا بابا من ناحية الصدمة صدمة. روحي شوفي الغداء متى يجهز. حاضر بابا. ماما، إيش في؟ قالك بابا إمتى رح يجهز الغداء؟ خلص جهز. طيب. شو؟ في شي ثاني؟ لا ما في شيء. لكن هاتي الصحن من هونيك. حاضر ماما. ماما، شو في؟ الصراحة في شيء. والله عرفت في شي. شو صار؟ نجوم اليوم ما راحت على حصة العربية. شو؟ ايه، وكمان أستاذ الرياضيات قال لها لا تفوتي إلا بأبوكي. يخرب بيتها، هالبنت أكيد رح تجلطني. ماما انتي حاولي تحكي لبابا بهدوء. والله لفرجيها الهدوء على أصوله. رح اقطع عنها المصروف لحتى تتعلم. ايه، اقطعي لها المصروف وأعطيني إياه، لأنه الصراحة المصروف تبعي ما بيكفي. روحي من خلقتي انت كمان. قال ما بيكفي، قال عندك عيال عم تصرفي عليهم لحتى ما يكفي. روحي من وجهي. طيب راح روح. ليش زعلتي؟ عم بمزح معكي. هلأ وقت مزحك. طيب رحت. والله رح يجلطوني هالأطفال. صبرك يا رب. ايه بقى لسه ما صدقنا امتى اجت. بدك تطفشيلي مرتي؟ مرتك؟ طبعا. الله الله، خير؟ شوفي؟ وين تشوفي فيه الخير؟ الله الله. شوفي؟ ضعيف، ضعيف؟ متقاعس، كمان؟ لا يعمل، أيوة. كسول. لا هاي بعرفها. شوفي يا مرة ابنك الحمار. شوفي. شو؟ 4 بالرياضيات، 5 بالعربية، 6 بالعلوم، وكمان 10 غيابات. شو؟ يعني ما جاب المعدل إلا بالغيابات؟ جنى جنى، يلا جاية. نعم بابا. وين هداك الحمار؟ أي حمار؟ أخوكي مين غيره؟ يلا رح ناديله. جدي. وانت كمان هدي حالك، احكي معه بهدوء. أهلين حبايبي، لو تعرفوا شو صار معي اليوم ما رحت على حصة العربية والأستاذ قال لي جيب أبوكي. شو؟ كأنه فخورة باللي عملتيه؟ خلاص انت شو مين عم يحكي كمان؟ يلا يلا، المتهم رقم 1 مطلوب على غرفة الصالون لحتى ياكل حصته. شو؟ يلا يلا، بابا عم يناديلك. يخرب بيتك كله بسببك. لو انت خفيتي الظرف ما كان صار هذا الشيء. والله لو انت ما كنت حمار ودرست مثل الناس كان ما صار هذا الشيء. احترمي حالك. يلا روح روح. شفتي يا مرة ابنك المدلل؟ أي شفت، بس يلي صار هلأ، لا تزعج حالك. كيف ما ازعج حالي؟ لأنه في شي ثاني كمان. نجومة ما راحت على حصة العربية. شو يعني ما راحت؟ ما راحت، ولازم انت تروح معها. ماني رايح. شو مو رايح؟ شو راح تقولهم لكان؟ ما دخلني، تقولهم بابا مات. يا لطيفة بعيد الشر عنك. تعال يا سي السيد. السلام عليكم. شو هاي؟ هديك؟ ايه هاي شو؟ هديك ورقة. شو؟ عم تتمسخر كمان؟ لا ليش ليه تمسخر؟ شو هالدرجات يلي جايبها؟ 4 بالرياضيات؟ الأستاذ جاب لنا بالاختبار أشياء ما درسناها. يا سبحان الله. طيب والعربية؟ الأستاذ ما حب المنهجية تبعي. والعلوم؟ الأستاذ ما بيحبني. شو؟ يعني الحق كله على الأساتذة؟ يعني مو انت الحمار؟ يلا روح من وجهي حسابك بعدين، وروح نادي اختك. يلا المتهم رقم 2 مطلوب على غرفة الصالون لحتى ياكل حصته.